السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن منتج اسمه سلسيل. المنتج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مادة لازقة. بيلزق ايه دوت؟ بيلزق لي ستيل، بيلزق لي سيراميك، بيلزق لي بلاستيك، بيلزق لي خشب. وبالنسبة للخشب MDF بيلزقوا برضو مع بعضه. وكمان هو مكتوب عليه التعليمات بتاعته على السبراي من ورا. طيب سعره كام دوت واستخدمه ازاي؟ هنقول في الفيديو دلوقتي. المنتج دوت عبارة عن مادتين كده. الازازة الصغيرة البيضة ديت هي ديت اللزق، لكنه مش بيلزق لوحده، لازم استخدم السبراي اللي معايا، لان السبراي اللي معايا دوت هو المصلب. يعني اول ما ابتدي استخدم العبوة الصغيرة، مثلا لو عايزة ألزق ستيل، عايزة ألزقه على سيراميك، عايزة ألزقه على خشب، عايزة ألزقه على حاجة بلاستيك، مثلا عايزة ألزقه على إزاز، ببتدي أحط من العبوة الصغيرة ديت على الحاجة اللي هلزقها وأحطها في المكان اللي هيتلزق فيه. بعد كده بجيب السبراي وبرش عليه، بيبتدي يلزق لي الحاجة. يبقى السبراي ده هو المصلب بتاع المادة اللازقة. يبقى الاتنين دولت مع بعض ما بيستغنوش عن بعض، هما بيكملوا بعض. واحدة اللزق اللي هي العبوة الصغيرة، لكنها مش بتلزق إلا لما يترش عليها المصلب. والجميل في المنتج ده إن هو بيلزق لي الحاجة وقتي، يعني مش بقعد وقت عشان استناه ينشف او استنى اللزق يمسك في بعضه، لا، بيلزق الحاجة وقتي سريع جدا للناس اللي بتبقى خصوصا الصنايعية، يعني الناس اللي بتبقى عايزة تشتغل وتلزق الحاجة وشغلها يبقى في الإنجاز كده. المنتج ده بيبقى حلو قوي وسريع معاهم. طيب المنتج ده سعره كام؟ المنتج ده سعره 100 جنيه. الاتنين مع بعض كده، العبوتين مع بعض سعرهم 100 جنيه. طب من فين هنشتريه؟ هنشتريه من عند اي بتاع دهانات، من عند مثلا بتاع مستلزمات الديكور، من المحلات اللي زي كده او مستلزمات التنجيد.